إيش حلمك لما تكبر؟ السؤال اللي انسألناه كلنا لما كنا صغار، لما كان كل شي بالنسبة لنا واضح، كان الخير دايما يفوز على الشر، والدنيا مقسومة لأبيض وأسود، ومقتنعين إنه الأحلام يمكن تتحقق. ولكن بعدين Happy birthday to you. بلش تراودك أسئلة: ليش في ظلم؟ ليش في قهر؟ ليش مش فاهميني؟ ليش إحنا هون؟ وبهيك العالم اللي كان بسيط يصير أعقد بكتير، مش عشان تغير بس عشان شفناه على حقيقته. بتقضي بقية حياتك تفتش على أجوبة، ومعها على ساعات الطفولة. بس السؤال: هل يمكن تكون سعيد وانت واعي؟ هل السعادة ممكنة بعد السقوط في جحيم الوعي؟ هذا السؤال اللي بدنا نجاوب عليه في هذا الفيديو. بس عشان نعرف نجاوب عليه لازم نفهم شو هو جحيم الوعي. وعشان نقدر نفهمه جبت لك صديقي رسمة بتعبر لك عن العلاقة بين السعادة والوعي في رحلة الحياة لكل واحد فينا، وكيف في بداية تكوين وعينا بنكون عمالنا بنصعد سلم السعادة بشكل مستمر، وبيكون صعودنا مربوط بقلة الوعي اللي عنا، واعتقادنا انه مسار الحياة ثابت. الواحد بيخلص دراسة وبعديها بلاقي وظيفة، وما بعد الوظيفة بتجيب معها المال والاستقرار، ومع المال والاستقرار انه بتبني عيلة، ومع العيلة انت بتكون حققت السعادة المطلقة بهاي الحياة. وبنكون شايفين خصوصي بعمر صغير الكبار اللي حوالينا عندهم الأجوبة على كل الأسئلة. بس لو كنت تعرف إيش بستناك لما تكبر كان ولا عمرك تمنيت انك تصير كبير. وللأسف السعادة في هاي المرحلة بتكون هشة، ومع بداية حضور الأسئلة اللي ما بتلاقي عليها جواب أو الأجوبة عليها من الناس اللي حواليك ما أرضتك، بتبلش تتلاشى، وانت بتبلش تسقط في منطقة جحيم الوعي. وأكيد وقت وكيفية بداية السقوط هاي بتختلف من شخص لشخص. يعني ما في عمر معين الواحد بيوصل له وببلش بعديها انه تراوده هاي الأسئلة. هذه يعني في عوامل كتير بتلعب دور فيها، زي انه مثلا مكان النشأة او الخلفية الاقتصادية او الاجتماعية او ايا كان، وطبعا كيفية الاشي انه يصير. يعني ايش الاشي اللي بخلي صورة الحياة المثالية خلينا نحكي انه تنكسر بيختلف من شخص لشخص. بس بالعادة بيكون في امور مشتركة يعني، او بيشترك فيها الناس انه تبلش من خلالها تراودهم أسئلة، زي على سبيل المثال تناقضات المجتمع. ولما يبلش الواحد يشوف إنه في شعارات بتغنى فيها المجتمع والناس حوالينا زي مثلا العدل أو المساواة، وبالمقابل نشوف إنه مثلا الواسطة والمحسوبية إشي حاضر كتير بمجتمعنا، أو إنه شخص يحصل على حقه مربوطة كتير بالخلفية يمكن الاقتصادية أو الجاهة أو من أي عيلة الشخص جاي. اما الشخص اللي يعني ما كان محظوظ بالخلفيه اللي جاي منها او العيله اللي جاي منها، بيكون موضوع العدل او المساواه اشي واهم بالنسبه له، او اشي يعني مستحيل يحصل عليه او صعب كتير. اشي تاني يمكن يبلش من بعدها تراودك اسئله هي صور الظلم، القتل، الحروب اللي بنشوفها على طول، خصوصا مع زمن السوشيال ميديا وسهولة التحصيل على المعلومات. الواحد بيفتح تطبيق زي الانستغرام على طول بيقدر يشوف 100 مصيبة صارت حول العالم، ومن خلالها تبلش تراوده أسئلة على هاي الأمور، أو إنه تكسر صورة الحياة المثالية أو الجميلة اللي كانت براسه واللي كان فكر إنها مسار ثابت، وبيكتشف إنه في عوامل تانية يمكن تلعب دور. فهاي الأمور كلها اللي ذكرتها بلش تجيب معها أسئلة، في أغلب الأحيان إنه كل سؤال بيجيب معه كمان سؤال، بتتراكم الأسئلة عليك، وكل ما تكتر الأسئلة اللي ما بتلاقي لها جواب بتسقط أكتر وأكتر في يعني منحنى السعادة لحديت ما توصل لمنطقة جحيم الوعي. واللي اختار اسم جحيم الوعي ما اختاره من فراغ، عشان وانت بهاي المرحلة في القاع بتكون تفكر بالتفاصيل من كبيرها لصغيرها، عشان ما بدك ينضحك عليك كمان مرة وتسلم بأمور وتطلع بالآخر مش صحيحة أو مش زي ما متخيل. ويمكن من الأمور اللي تبلش تشكك فيها هي الشغلات كنت تعملها بحياتك بشكل عادي قبل بدون ما تفكر حتى مرتين، زي مثلا تلبس أواعي أو بلوزة من ماركتك المفضلة أو من البراند تبعك اللي بتحبه، بس بعدين مثلا لما تتعمق بموضوعه أو بتاريخه أو بسياسته بتكتشف إنه مثلا بيستغل الأيدي العاملة الرخيصة. وحتى يمكن توصل الأمور للأشياء اللي بتاكلها، زي مثلا بتحب تاكل بمطعم معين أو تروح على كافيه معين، وتكتشف إنه برضه هدول المطاعم أو الكافيهات بمولوا جهات غير أخلاقية غير إنسانية. فيعني بتصير أمور عادية زي شو بدي ألبس اليوم أو شو بدي أكل اليوم أو وين بدي أكل اليوم، بتصير أمور تعجيزية عشان دخلت عوامل ومعطيات
ما كنت منتبه لها قبل. وطبعا كل ما كتروا العوامل والمعطيات رح يضلك في حالة شك مستمر. لو بدك تقيسها برضو على خيارات أكبر شوي، زي يعني مسيرتك المهنية، وظيفتك، أو مجال دراستك، أو حتى شريك حياة، بتصير هذا يعني إذا إجك تلبس مستحيل هذا يعني تعجيزية، سابع المستحيلات. وناهيك برضو على شعور الغضب اللي بتكون حاسه في هاي المرحلة. بتحس إنه أنت مكذوب عليك كان طول الفترة السابقة، لأنه اكتشفت إنه شو كنت تعرف عن الحياة وشو كنت متصور طلع كذب، خلينا نحكي. فيمكن يتكون عندك حتى يعني شعور كراهية تجاه الحياة أو الناس اللي حواليك أو حتى نفسك، وإنك كيف سمحت لنفسك إنه ينضحك عليك، خلينا نحكي. وإلى جانب الحمل النفسي في كمان مشكلة، واللي هي الوحدة الفكرية. وعشان أنت بمرحلة جحيم الوعي بيكون عندك شعور بالاختلاف عن الناس اللي حواليك، مش بمعنى إنه أنت أحسن منهم أو أذكى منهم، بس إنه بتكون أنت تنتبه على أمور وتفكر بشغلات هي مش خاطرة على بالهم أصلا ومش هممتهم. وللأسف هذا إشي طبيعي، عشان ما بتقدر تستنى من كل الناس اللي حواليك يكون تراودهم نفس الأفكار أو يكونوا مهتمين بنفس الأمور اللي أنت مهتم فيها. فعلى سبيل المثال بتقدرش تستنى من أمك إنه تناقشك بالمغالطات المنطقية. في أغلب الأحيان هي مش فاضية لهذا الهبل كله. وهذا طبعا بيخلق فجوة بينك وبين اللي حواليك، سواء أهل أو أصدقاء أو أي شخص قريب منك كان قبل لعنة الوعي. فأنت كنت تشوف إنهم بفترة من الفترات إنهم بيفهموك، كان في اتصال حقيقي بينكم، بس هذا انكسر بعد ما أنت وقعت في منطقة الجحيم هاي. فالفكرة إنه انقطاع الاتصال بينك وبين الناس اللي حواليك في هاي المرحلة بتصير عشان أنت تعرفت على هدول الناس، أو يعني كانوا بحياتك وانت بهاي المرحلة، بس مش وانت بهاي المرحلة، مرحلة الجحيم. فيعني مع الحمل النفسي اللي بتكون حاسه بهاي المرحلة، وبالإضافة للوحدة الفكرية، هذا يعني بأجواء مناسبة إنه نسمي هذا المكان أو هاي المنطقة أو هاي المرحلة على إنها جحيم. وهيك بعد ما فهمنا إيش هو جحيم الوعي وكيف يمكن الواحد يوصل له وإيش المشاكل اللي بيواجهها الشخص بهذيك المرحلة، نرجع لنفس السؤال: هل يمكن ترجع سعيد بعد ما توقع في منطقة الجحيم هاي؟ أم السعادة هي الثمن اللي بتدفعه لما تبلش تفهم الحياة أكتر، وهي فقط شيء بحصل عليه الناس اللي بضلوا في منطقة نعيم الجهل أو المنطقة اللي فوق بالرسمة؟ خليني أحكي لك يا صديقي إنه صحيح الوعي كان السبب بإنك وقعت من النعيم إلى الجحيم، وهو خسرك سعادتك المبدئية، ولكن في نفس الوقت الوعي نفسه هو اللي بيقدر يطلعك من الجحيم إلى النعيم كمان مرة، أو حتى إلى نعيم أحسن من قبل، ويكون لك سعادة مش هشة زي ما كان في سابق الأمر. بس عشان هذا الحكي يصير لازم تفهم شغلة واحدة وتتصالح معها، واللي هي المشكلة مش بالوعي نفسه، بل إنه الوعي بيجيك وإنت في مرحلة ما بيكون عندك الأدوات الفكرية اللازمة اللي تخليك تعرف تتعامل معه. فيعني بتكون حرفيا زي كأنك رايح على حرب نووية وبتكون حامل بإيدك سيف خشب. فيعني بتبلش تشوف تعقيدات الحياة ومشاكلها وتناقضاتها، وبصير مخك يحاول يحل كل مشكلة وبيطالب بأجوبة مباشرة على كل سؤال بخطر لك. بس زي ما حكيت أنت بتكون لسه في مرحلة لا عندك القدرة لا تجاوب على أسئلة ولا تحل مشاكل، وإحنا بطبيعتنا البشرية وأدمغتنا ما بنستحمل فكرة أسئلة مش مجاوب عليها أو وجود تناقضات حوالينا. وهذا اللي بيجهدك وبيتعبك وبيسبب لك التعاسة، خلينا نحكي. ومش بالضرورة إنه عشان الوعي تبعك زاد. وعشان تحل هاي المشكلة لازم ترمي سيف الخشب من ايدك وتبلش تطور السلاح النووي اللي خاص فيك، او بمعنى اخر تبني طريقة تفهم فيها العالم، طريقة تخليك تقدر تربط الامور ببعض وتبطل تحس انه الامور اللي بتصير حواليك ومشاعرك اتجاهها هي امور عشوائية. وهذا السلاح النووي او الاشي اللي بنكون نبنيه مع الوقت اسمه الاطار الفكري. وبتقدر تطور اطارك الفكري يا صديقي بطرق متعددة، مثل الخبرة الحياتية اللي بتكتسبها مع الوقت، او التجارب المختلفة اللي بتخوضها زي السفر، او عن طريق يعني مطالعتك وتثقيف نفسك من خلال يعني قراءة الكتب اللي بتتطرق للمواضيع اللي بتفكر فيها على سبيل المثال. فخليني اعطيك مثال ملموس يا صديقي على كيف انه تكوين الاطار الفكري او تطويره بيقدر يساعدك تتعامل يعني مع المشاكل والامور اللي تحدثنا عنها قبل، مثل مشكلة تناقض المجتمع وترديد الشعارات والعبارات زي ما حكيت، اللي يمكن في غالب الأحيان ما بيتم تطبيقها على أرض الواقع. وكيف يمكن هذا التناقض يكون شعور كراهية تجاه المجتمع، ويمكن توصل لمرحلة من اليأس تخليك مقنع إنه تغيير للأحسن إشي مستحيل. بس إذا تعمقت شوي بموضوع المجتمعات رح تقرأ عند كتير مفكرين زي ابن خلدون وفولتير
إنه المجتمع والناس ولا عمرهم كانوا كاملين، وإنه التغير الملموس داخل المجتمع باخد وقت طويل، والتقدم والتغيير للأحسن بنولده من رحم الأوضاع السيئة والمعاناة. وبركة بتتعمق بتاريخ مجتمعك وبتحاول تشوف إنه كيف وصل لهون أو شو المسببات اللي وصلته لهون، ومع الوقت بتبلش تشوف الصورة بشكل مختلف، وبتفهم إنه فعليا لكل مرحلة في سبب، وإنه ما في إشي بصير من فراغ، والأهم من هيك إنه ما في إشي بضل على حاله. وبهيك بتصير قدرتك على التعامل مع المعطيات اللي بتصير حواليك ومشاعرك اتجاهها مدروسة أكتر، وبتكون أقل عرضة للمشاعر السلبية زي الكراهية واليأس. فبدل ما تحط طاقتك على هاي الأمور السلبية بتصير تشوف دورك كشخص أو كجزء من هذا المجتمع، إيش تقدر تسوي بشكل واقعي طبعا عشان تكون جزء من عملية التغيير للأفضل. وخليني أحكي لك يا صديقي شغلة يمكن تريحك في هاي المرحلة، مرحلة تطوير الإطار الفكري ومحاولة الخروج من منطقة الجحيم. أي سؤال خطر على بالك قبل هيك في الماضي أو رح يخطر على بالك في المستقبل، بنسبة كبيرة أو أكيد حتى في حدا عبر التاريخ سأله، حاول يجاوب عليه أو لقى له جواب. عشان احنا بنحكي على آلاف السنين من المفكرين والعقول والناس اللي زيي وزيك اللي مرقوا بنفس التجارب وراودتهم نفس التساؤلات والمشاعر. أكيد يعني في اختلاف بالزمن أو المرحلة، ولكن خلينا نحكي إنه التجربة البشرية جوهرها واحد سواء هلأ في الماضي أو في المستقبل. بس بضل في مشكلة حتى بعد ما طورت إطارك الفكري ما انحلت، إنك لسه وحيد. وهنا بيجي الإشي الثاني اللي بيساعدك تطلع من منطقة جحيم الوعي، بجانب طبعا الإطار الفكري أو تطويره، واللي هو إنك تحاول تلاقي على القليل شخص واحد تقدر تشاركه أفكارك. وطبعا هذا مش معناه إنه يكون شخص بيتفق معك بكل شيء بتحكيه، بس حد مستعد يسمع لك، يتحدى أفكارك حتى ويناقشك، ويكون حدا يعني ترتاح تحكي معه وتخوضوا رحلة الخروج من الجحيم مع بعض. لأنه يعني بطبيعتنا إحنا بنحب يكون في حد موجود يشاركنا أي طريق إحنا يعني بنختار نسلكه. طبعا إذا كان إنه حواليك دائرة وأشخاص أكتر بيكون جيد، بس بتقدر تحكي إنه وجود شخص واحد كفاية وبيعمل فرق كبير. زي كيف لما تروح مع صاحبك على الجيم بتحفزوا بعض وبتكون النتائج والالتزام أحسن من لما تكون لحالك. وبعرف إنه الحكي أسهل من كيف الإشي على أرض الواقع، ويمكن تكون في صعوبة إنك تلاقي شخص حواليك تقدر أو ترتاح تحكي معه وتشاركوا أفكارك. بس هون بتيجي فائدة السوشيال ميديا، عشانها بتوفر فرصة أحسن من قبل إنك تلاقي ناس خارج نطاق يعني مجتمعك أو يعني موقعك الجغرافي، وهدول الناس تقدر تحكي معهم على الأمور اللي مش مخليك تعرف تنام بالليل. وأنا راح أترك في الوصف لينك صفحة الإنستغرام، واعتبره يا صديقي مكان تقدر تشارك فيه أفكارك معي أو مع باقي المتابعين، سواء يعني على الخاص، على الكومنتات، على الستوري، أو أيا كان. وطبعا برضو كومنتات الفيديو هذا واي فيديو عندي تقدر تشاركني فيه افكارك يعني تفتحوا نقاشات هناك على راحتكم. يعني فيش اشي ممنوع تفكر فيه، كله مسموح. وبهيك يا صديقي بتبلش رحلة الصعود من جحيم الوعي إلى نعيم مختلف عن نعيم الجهل، نقدر نسميه نعيم الوعي. كثير استصعبت لالاقي هذا الاسم، وأكيد هذا الصعود مش سهل. هون بالرسم مبين الخط مستقيم، بس هو بالحقيقة في تعرجات، تعثرات، وفي دروس كتيرة، وحتى لحظات بتتمنى فيها كل شيء يرجع بسيط زي ما كان قبل. ويمكن يخطر على بالك سؤال: هل كان ممكن أظل هناك في نعيم الجهل مرتاح؟ بس خليني أجاوبك على هذا السؤال بسؤال: هل بتفضل تعيش حياتك مرتاح بس مغيب، مقتنع إنك فاهم كل إشي بس بالحقيقة ما كنت شايف الصورة كاملة؟ ولا تختار طريق أصعب شوي، في تعب وفي شك، بس بالنهاية تكون أنت اللي بنيت فهمك وتكون بنيت سلامك بإيدك حتى لو كان الطريق أصعب بالبداية؟ وبهيك يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وإذا حابب تطور إطارك الفكري بشكل سريع ومضمون، اعمل سبسكرايب لهي القناة وخليني أشاركك رحلة الخروج من جحيم الوعي. زي ما حكيت لينك الانستغرام في الوصف إذا حابب تنضم للمجتمع المصغر. وهذا هو، شكرا على المشاهدة ومع السلامة.